إن شاء الله سنتعرف معكم عن الحيوانات المحرم قتلها في الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. لو لأول مرة بتشوفوا قناتي فضلا منك وليس أمرا تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان إن شاء الله نستمر معكم في نشر الخير. ولو وصلك إشعار بهذا الفيديو فضلا منك تضغط لايك للفيديو، ونبدأ على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والنمل والنحل والسرد والضفدع، وجاء ذلك في أحاديث صحيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل السرد والضفدع والنمل والهدهد. والآن سوف نتعرف معكم عن الحيوانات المحرم قتلها في الإسلام. النمل. يعد النمل من الحيوانات الاجتماعية، حيث يعيش النمل في مستعمرات مكونة من مئات الأفراد في تجاويف طبيعية وصغيرة في مستعمرات منظمة ومرتبة جدا في الأرض. ويوجد أنواع كثيرة تعيش في جميع أنحاء الكرة الأرضية. ويعد النمل من الحشرات الغير مؤذية بتاتا، كما إنه يحافظ على التوازن البيئي عن طريق قتل القوارض والحشرات السامة والضارة. النحل. يمتاز النحل بفوائده الكثيرة جدا للإنسان والأرض التي لا غنى عنها، وهذا هو سبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. وغير ذلك توجد سورة في القرآن الكريم باسم النحل. ويقوم النحل بتلقيح النباتات وجمع الرحيق من الزهور وصنع العسل التي فيه شفاء للناس من العديد من الأمراض. الضفدع. نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، لأنه كان يقوم برش الماء على النار التي قذف فيها نبي الله إبراهيم ليطفئها، وهو الحيوان الوحيد الذي أمره الله عز وجل بفعل ذلك. كما أن السبب الآخر لعدم قتله هو أن نقيق الضفدع هو تسبيح لله عز وجل، حيث لا يتوقف الضفدع عن تسبيح الله في كل وقت. طائر الهدهد. صيد وقتل الهدهد محرم، كما إن لحم الهدهد محرم تناوله، حيث أن كل حيوان محرم قتله يصبح تناول لحمه محرم أيضا. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل أو أذية الهدهد. وغير ذلك يقوم الهدهد بتنظيف الأرض من الديدان، ووجوده دليل على نقاء البيئة من المبيدات الحشرية. وكان الهدهد هو الطائر الذي حمل رسالة نبي الله سليمان إلى سبأ، حيث وجدهم يعبدون الشمس من دون الله. وأخيرا وصلنا معكم لطائر السرد. السرد من الطيور المنهي عن قتلها في الإسلام، كما ذكرنا في الحديث الشريف السابق ذكره في بداية الفيديو، ولذلك يجب عليك الابتعاد عن صيد أو قتل هذه الحيوانات الخمس. أي سؤال إن شاء الله استفسار أنا تحت أمركم وهرد عليكم في الكومنتات. أترككم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.